الجلد، ولكن لا يتجمع الدم. نعم، لا يتجمع الدم فيه. بعد ذلك احنا طبعا بنبدأ بتشريط، يعني هو وضع الكاس هذا ممكن من 3 دقائق إلى 5 دقائق كفاية. نعم كبداية. بعد ذلك نبدأ بإزالة الكاسات. طبعا الدم الخارج بيكون تقريبا قطرات، لأن في فرق كبير بين الفصد وبين الحجامة. نعم. في بعضهم يعتمد على الحجامة بكثرة إخراج الدم. لا، ليس له علاقة الكمية. لا، ليس لها علاقة. ممكن يعني بعض الأحيان كثرة الدم تقلل الفائدة، لأنه يخترق الأدمة فيصل إلى الشريانات الدم الصالح فيخرج. نعم. الدم الصالح. نعم. نقول له إذا حببت أن تخرج كثرة الدم، إذا كان عندك الهيموغلوبين عالي فاذهب للتبرع. نعم. هذه أفضل. هذه نقطة جميلة دكتور، بحيث إذا كان الدم يعني يريد أن يخلص من الدم حتى يجدد دمه يتبرع. نعم. لكن إذا يريد إخراج الكريات الهرمة نعم عليه بالحجامة. نعم بالضبط. نعم. الآن هذا الدم الفاسد، هو احنا لا نسميه دم فاسد. نعم. بل أنا أقول لك هو ممكن يكون فيه شيء من الفساد. ليش؟ لأن أول قطرة خرجت هي اللي ممكن يكون احتمال فيها كريات الدم الحمراء والأخلاط، بعد ذلك يخرج الدم النظيف. فلهذا هذه العلة اللي أنا أقول لا يعتمد أي اختصاصي حجامة على كثرة خروج الدم. خلاص الحين هي خرجت القطرات، القطرة اللي بعدها تجي نظيفة. هذه نعم. طيب. والقطرة الأولى هي يحتمل أن يكون فيها. فلهذا صحيح أن في أحد الأطباء اختصاصيين المخبريين السعودي هو عمل فحوصات مخبرية على دم الحجامة. نعم. وجد مشابه لدم الحيض، ولكن هذا فيه شيء دقيق بسيط جدا. نعم. يعني أنا لما أخرجها لا أقول عن هذا دم فاسد. ليش؟ لأن القلة، يعني قلة الشيء ما تستطيع أن تطلق عليه هذا الاسم. نعم. نعم. احنا نقول لا يطلق عليه دم فاسد. لا يطلق عليه دم فاسد. دم محمل بأخلاط وشوائب، فيه كريات دم حمراء هرمة غير نافعة. دكتور، الآن المشاهد يسأل ما فوائد الحجامة في الظهر وفوائد الحجامة في الرأس، فيا ليت يعني تفيدنا بها. نعم. كل موضع من مواضع الجلد أو الرأس له فائدة. نعم. مثل ما قلت أنا في البداية، كل موضع عند التشريط يعطي إشارات انعكاسية كهروكيميائية. نعم. فإحنا نستهدف الأعضاء الحشوية أو المراكز الدماغية على حسب الموضع اللي أنا أختاره. نعم. فأنت عندك مثلا بالنسبة للرأس على حسب الفصوص، الفص الجبهي، الفص الجداري، الفصين الصدغيين، الفص القذالي أو القفوي. طبعا هذه كل مكان له فوائد. يعني أعطيك مثال، مثلا عندك أنت المنقذة، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة. نعم. هاي يسمى تقريبا هي في الفص الجداري. نعم. نعم. ما اسمها دكتور؟ المنقذة سماها النبي صلى الله عليه وسلم المنقذة. وهذا طبعا معنى المنقذة أنها تنقذ الإنسان من أشياء كثيرة. نعم. أيضا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدم رأسه وسماها أم مغيث. هنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. هاي مقدم الرأس. طبعا مقدم الرأس تفيد للتفكير الدقيق. نعم. تفيد لتنزيل الغضب إذا كان شخص معتاد أنه يغضب، حتى أن هذا الموضوع يسمى لضبط الشخصية. نعم. ممكن هنا المركز الدماغي هذا يفرز مادة معينة فيغضب الشخص لأمر لا يحتاج للغضب له، أو أنه يكون عنده برود. نعم. فهذه تعيد. يعني لما أنا أقول لك أنا أضع الكأس على أساس أني أنا أنشط عضو معين، مش معناته إذا هو كان نشيط أكثر من اللازم هي بتنشطه، لا، بترجعه إلى طبيعته. الله. فالحجامة تعيد حيوية الجسم إلى طبيعته. الله. نعم. فتنشط الجهاز العصبي وتنشط الجهاز الغدي وتنشط الجهاز المناعي والجهاز الدوري والجهاز الليمفي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي رجل وامرأة والجهاز البولي. هذه كلها أجهزة وتستهدف جميع الأعضاء الحشوية عن طريق هذا الكأس. النسيان دكتور، يعني كثير من الأخوة يقول يا شيخ إذا تعاني النسيان عليك بالحجامة. نعم. هل هذا صحيح؟ إيه نعم صحيح. هذه احنا نستهدف الموضع اللي ينشط مركز الذاكرة. ففي فرق بين مركز التركيز ومركز الذاكرة. التركيز وقت إدخال المعلومة، يعني هذه الجداري وسط الرأس ينشط الذاكرة، فلهذا احنا نستخدمها للزهايمر إذا كان كبداية. ممكن ينشط يستفيد، وفي عندنا حالات استفادوا من هذا. بالنسبة عندك أيضا تنشيط مركز
المركز اللي يحفز القلب، اللي يعطيه الإشارات، لأن القلب ما يدق دقة إلا يأخذ إشارة دماغية من الدماغ إلى القلب، هذه اللي تحدث الانقباض والانبساط للقلب. سبحان الله، علم علم قائم بذاته. نعم. الحين احنا طبعا انتهينا. كم دقيقة هو دكتور كأحد يعني شوف، بما أن السحبة، ليش أنا أقول لك الخبرة العملية؟ الخبرة العملية إيش تتضمن؟ إيش تتضمن؟ قوة سحب الكاس، اختيار حجم الكاس، موضع وين تحط الكاس، أيضا قوة الشرطة، عمق الشرطة، طول الشرطة، بين الشرطتين. نعم، يعني تقدر إذا كان الشخص مثلا يستخدم مسيلات الدم مثلا، هذا أكبر غلط أنه يتدخل في عمل الطبيب ويقول له اترك المسيل. في ناس كثيرين يعملون، ولو كان الحجام هو أصلا طبيب ما يصلح أن يتدخل في عمل طبيب آخر إذا كتبه. لا، يعني ماذا، يعني شو اللي بيسويه هذا الطبيب إذا أصيب هذا المريض بجلطة دماغية أو ذبحة صدرية؟ نعم، فلهذا لا يتدخل، ولكن موجود الطريقة الصحيحة لكل شخص على حسب حالته. نعم. سنه، جنسه، هل ذكر أو أنثى، النوع المرض اللي يعاني فيه، فهمت كيف؟ يعاني منه. فهذه كل الأمور لابد أن يكون على علم بحيث أنه يسويها بشكل صحيح بدون ما يتدخل في أعمال الطبيب وعلاقة الطبيب المريض مع طبيبه. زين دكتور، هذه الحد الأدنى والحد الأعلى وضعها كم دقيقة؟ نعم، طبعا في حدود من 5 إلى 10 دقائق فقط يعني. لكن إذا زاد والسحبة كانت خفيفة ما تضر، لكن إذا كانت السحبة قوية تسحب الدم الصالح؟ لا، مش إنه فقط تسحب، إذا السحبة كانت قوية ممكن تحدث بعض الفقاعات الجلدية على البشرة وتتجمع فيها، ممكن يكون السائل الليمفي أو مادة البلازما، فهذه طبعا تحدث مشاكل وتأذي المريض. فلهذا لابد أن نعم السحبة تكون في حدها الطبيعي. بسم الله، خلي وضعيتك سليمة. أيوة، شوف هذه طبعا كمية قليلة ولكن فوائدها كثيرة جدا. احنا أيضا نحرص بعد خروج الدم بحيث أنه تنظر إلى المكان ما تجد يعني أماكن الخدوش، بحيث أنه ما يعاني من لا نزف ولا أوجاع ولا. الله يفتح عليك، ما شاء الله يا دكتور. الله يسلمك. لأن الناس يخطأ، يعني سبحان الله اختلط عليهم في كل شيء في هذا الزمن. نعم. فحتى أنا أنصح دائما أهل الاختصاص هم أولى الناس. نعم. أهل الاختصاص هم أولى الناس. كثير من الناس يستهين بعلم الحجامة. ليش؟ لأنه يرى بأن الآباء والأجداد كانوا يحجمون من غير دراية هكذا وراثة. هو يظن هم صحيح أن كثير من الناس توارثوها، ولكن لو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجام هو الطبيب في ذاك الزمان. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. نعم، فكان على دراية. دكتور، الآن ما يحتاج لصقة طبية حاجة من أجل الدم؟ لا، الخدوش البسيطة بعد الحجامة يتوقف الدم، ما في مشاكل، ما في جروح، ما في، حتى لو كانت عنده سيولة الدم عالية، حتى لو كان يستخدم اسبرين. ليش؟ هذا إذا ما تعدى الأدمة. ولكن أغلب الناس اليوم وكثير من الناس يحجمون فيخترقون يصلون إلى الشرينات هي أكبر من الشعيرات الدم الجلدية، فبعد ذلك يبدأ يوم أو يومين يتعب، ممكن هذا أنا أقول لك يحتاج، ولكن هذه ليست جروح، هي خدوش. فلهذا بعد الحجامة ما في أبدا، يعني الآن لو ما في فقط بعد انتهاء من الحجامة نرش عليه مادة. يعني الآن لو حتى هذا ما في خلاص. نعم، انظر اخواننا المشاهدين، ولكن الافضل انك تلبس قفاز. انظر اخواننا المشاهدين. يعني سبحان الله، لهذا نحن نقول دائما اهل الاختصاص اولى، اهل الاختصاص اولى. فدكتور تشرفت جدا بمعرفتك والالتقاء بك، واسال الله عز وجل ان يفتح عليك الدنيا واخره. اخواننا المشاهدين، اختم بكلمه اخيره، دائما اهل الاختصاص هم اولى بكل شيء، أولى بكل شيء. دكتور ما شاء الله علي الحمادي من أهل الاختصاص في الحجامة، وكما رأيتم أبدع في مهنته، أسأل الله عز وجل له التوفيق. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجامة في ليلة 17 و19 و21. فتح الله علينا وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعزائي، اليوم بنعيد الكرة وبنستضيف مرة ثانية الدكتور علي الحمادي بحلقة خاصة ومميزة من فيتامين.
أعرف أن وايدين منكم ينتظرونه على حسب أنهم يتواصلون وياه، خاصة يوم انشغاله وضيق وقته، هو بسبب الدكتور علي الحمادي ما سمح له أنه يتلقى مكالماتكم، ودائما هو مشغول بمعالجة المرضى. واللي ما يعرفه المشاهدين عن دكتور علي الحمادي أنه يعالج المرضى بالمجان، يعني ما يأخذ عنهم فلوس، ويعتمد بالحجامة على أصول علمية هو تلقاها من عدة جامعات. اليوم بنترك طبعا للضيوف أنهم يسألون من خلال الهاتف، يعني اليوم اتصالاتكم هي الأساس في نتلقى اتصالاتكم وناخذ الأجوبة من الدكتور علي الحمادي، والأرقام تظهر على الشاشة. قبل ما نبدأ ويا اتصالاتكم رحبوا وياي الدكتور علي الحمادي. دكتور علي